أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي هذا الصيف 2025. مع اقتراب صافرة البداية لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة القادم، تسابقت الأندية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفها بأسماء لامعة وصفقات قوية وسط منافسة شرسة سواء بين فرق القمة أو الأندية الباحثة عن تحسين وضعها. وهستعرض معاك أبرز 10 صفقات اللي أبرمتها أندية البريمير ليج في الصيف الحالي 2025. أول صفقة معانا وهي فيكتور جيوركيس. نادي أرسنال ضمه من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وجاء التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوركيس مقابل 55 مليون استرليني، ومن المتوقع أن يصل مبلغ إلى 64 مليون استرليني مع الإضافات. ويسعى نادي المدفعجية إلى تعزيز الدعم الهجومي للموسم المقبل. والصفقة الثانية معانا وهي نيلسون زوبيميندي. أكمل الأرسنال التعاقد مع الأسباني نيلسون زوبيميندي من ريال سوسيداد مقابل 56 مليون استرليني، ليشكل حجر الأساس في مركز خط الوسط الدفاعي ويساعد على إعادة توزيع أدوار تشكيل الفريق. وصفقة رقم 3 وهي فلوريان فيرتز الذي انضم إلى ليفربول كأغلى صفقة، وتم ليفربول صفقة قياسية بالتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز من نادي بايرن ليفركوزن مقابل 116 مليون استرليني، ما يضع في مقدمة صفقات السوق الصيفي. وصفقة رقم 4 هي هوجو إيكيتيكي. وسع ليفربول خياراته الهجومية بعد التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي من إنتراخت فرانكفورت مقابل 79 مليون جنيه استرليني. والبرازيلي ماسيوس كونيا هو رقم 5. أكمل مانشستر يونايتد صفقة بقيمة 62 مليون استرليني لضم المهاجم البرازيلي من نادي وولفرهامبتون في إطار سياسة الفريق بالتجديد الهجومي. والصفقة رقم 6 هو المهاجم الموهوب جواو بيدرو. انتهى تشيلسي من التعاقد مع المهاجم جواو بيدرو من نادي برايتون في صفقة بقيمة 55 مليون استرليني لتعزيز خيارات الجهاز الفني الهجومية. والهولندي تيجاني رايندرز هو الصفقة رقم 7. وقع مانشستر سيتي مع النجم الهولندي من نادي اي سي ميلان مقابل 46 مليون استرليني في خطوة لتعويض النجم البلجيكي دي بروين. ميلوس كيركز يعزز دفاع ليفربول صفقة رقم 8. الظهير الأيسر المجري انضم إلى ليفربول من بورموس مقابل 40 مليون استرليني لتجديد دماء خط دفاع نادي ليفربول. والصفقة رقم 9 هي المهاجم السلوفيني بنسيسكو من نادي لايبزيج الألماني ليكمل ثنائية هجومية لمانشستر يونايتد، حيث تم التعاقد مع اللاعب لتعزيز خط هجوم الفريق تحت قيادة أموريم. والصفقة الأخيرة وهي رقم 10 هو الجناح الإنجليزي جاك جريليش. أعلن إيفرتون تعاقده لإعارة موسم للجناح الإنجليزي من مانشستر سيتي مع خيار شراء بقيمة 50 مليون يورو. برأيك إيه هي الصفقة اللي هتكون مؤثرة مع فريقها؟ قولي في التعليقات. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.